عكس ما كان ينتظره أنصار مولودية بجاية بأن مواجهتهم لفريق أمل الأربعاء ستكون سهلة بالنظر إلى وضعية الفيكينج، لكن أرضية الميدان كانت مغايرة تماما لما تمناه عشاق المو. رغم البداية القوية 12 دقيقة كانت كافية لأبناء عمران من فتح باب التسجيل عن طريق ندوي الذي استغل كرة جميلة من زرداب في العمق، لنشهد بعدها ردا قويا من أمل الأربعاء أين حرمت العارضة الأفقية بكير من تعديل النتيجة. هذه اللقطة حركت زملاء القائد زرداب من أجل تجديد الضغط على مرمى مرباح، وهو ما كان في الدقيقة 27 أين تمكن ندوي الذي أقلق دفاع الأربعاء من الحصول على ضربة جزاء بعد خطأ فادح من ويكس. الحكم بوخالفة لم يتوانى في إعلان ضربة جزاء يتولى تنفيذها بنجاح قائد الفريق زرداب ممضيا الهدف الثاني. هدف طمأن أنصار الموب التي ظنت أن المباراة ستكون سهلة. جاء العكس عندما تمكن محساس من تقليص النتيجة في الدقيقة 33 وبرأسية محكمة ليدخل الشك أبناء عمران، والمباراة بدأت تصعب في ظل الفرص السهلة الضائعة على غرار فرصتي مورغان، لينتهي الشوط الأول وبنتيجة 2-0. الشوط الثاني لم يأتي بالجديد في النتيجة رغم الفرص الكثيرة لكلا الفريقين، فيما سجلنا في الدقيقة 60 توقف للمباراة بسبب سقوط غزير للبرد دام 10 دقائق، لينتهي اللقاء بفوز صعب لكن مستحق للموب، فيما تتعقد أمور الأربعاء رغم المباراة الكبيرة التي لعبتها في ملعب الوحدة المغاربي.